اهلا بيكم معانا. النهارده هنعمل رز بسمتي وفراخ مشويه في الفرن. زي ما حضراتكم شايفين وجبه شهيه وغنيه ومغذيه جدا وجميله. دي سلطه انا بعملها جنب الرز البسمتي والفراخ المشويه. بسم الله ما شاء الله، الفرخه مستويه جدا وكانت جميله جدا وطعمها كويس جدا. زي ما حضراتكم شايفين، اتفضلوا معانا. نحط شويه سلطه على قطعة فراخ وبالهنا وبالشفا. احنا هنبدأ نجهز التتبيلة مع بعض. زي ما حضراتكم شايفين، حبيتين بصل متوسطين، حبيتين فلفل حراق اذا حابة تحطيهم تمام، ده فلفل احمر بارد. وبعد كده هفرمهم كويس قوي. دي راس توم متوسطة هفرمها برضو كويس. وبعد كده هنزل بالطماطم، ودي هتبقى التتبيلة بتاعت الفراخ. التتبيلة ملهاش حاجة معينة، اللي موجود عندك اعملي بيه. زي ما حضراتكم شايفين، الصينية هرص فيها الفراخ. الوراك انا قطعتها وشرحتها كده بحيث ان التتبيلة تدخل فيها، وقطعت بقية الفرخة قطع صغيرة. زي ما حضراتكم شايفين، هرش ملح، هنتبلها كويس قوي. شوية ملح هنرشهم، ما تنسوش اهل غزة من دعواتكم. ملح، فلفل، قرفة، بهارات، جنزبيل، زي ما تحبي بهارات عندك حطي. بهارات فراخ حطي. بعد كده هنا انا بعصر عصرة ليمونة على الفراخ. وبعد كده هنزل بالتتبيلة كلها وهبدأ اشربها للفراخ. بسم الله ما شاء الله. زي ما حضراتكم شايفين، التتبيلة كانت كويسة جدا معايا. هبدأ اشربها للفراخ زي ما حضراتكم شايفين. وهروح بعد ما اخلصها احط لها شويه زيت، وبعد كده هركنها واسيبها، وهنروح مع بعض نجهز رز بسمتي. نحط الحله على النار، احط شويه زيت، وبعد كده انا غاسله الرز ومجهزاه. هجيب الرز انزل بيه في الزيت وهديله تشويحه، اشوحه كويس قوي بحيث ان انا اغلفه بالزيت، هيبقى مفلفل معايا وحلو ان شاء الله. هنبدا نشوح شويه ملح، وبرده هنديله تشويحه كويسه قوي. بعد كده انا بزود بشوربه، حابه تزودي بميه زي ما تحبي، المتاح والموجود عندك اشتغلي بيه. بديله تقليبه وبغطي وهسيبه يتشرب. وبعد ما يتشرب معلقه كركم ومعلقه كاري بدوبهم في شويه شوربه، بدوبهم كويس قوي. وبعد كده بنزل بيهم على الرز بعد ما يتشرب. حابه تضيفيهم في الاول وانتي بتشوحي الرز زي ما تحبي. كده هنا الرز اتشرب كويس. بعد كده هقلبه في بعضه وهاخده يتردد على عين تانية عشان ابدأ اجهز الفراخ اسويها معاكم. كده تمام. الرز بقى عايز يتردد، هركنه على عين تانية واوطي عليه. دي الفراخ جاهزة معايا اهي، هتغلي كويس قوي. دي سلطة انا بجهزها، عبارة عن فصين توم، حبيتين فلفل حامي، بعد كده حباية فلفل بارد احمر زي ما حضراتكم شايفين، وهنفرمهم كويس. وبعد كده هروح نازله بالطماطم زي ما حضراتكم شايفين. دي سلطه انا بعملها جنب الرز البسمتي والفراخ المشويه. كده بقت جاهزه معايا. احط لها شويه كمون صغيرين، شويه ملح صغيرين، بعد كده هحط معلقه خل، حابه تحطي عصره ليمونه زي ما تحبي. هنقلب كده. ما شاء الله استوت، خدت لون معايا في الفرن، بقت جاهزه. بسم الله ما شاء الله. هنبدا نغرف مع بعض. انا هنا غرفت الرز وجهزته. بسم الله ما شاء الله. ما تنسوناش في اللايك والشير والاشتراك.